لو انت عملت تقويات للجذع بتاعك فغالبا الاصابات هتقل، وغالبا ممكن ما تحتاجش اصلا جراحه وجسمك هيستقر. ناس كتير بتبقى عندها الام في الظهر، وممكن ما يبقاش السبب هو الانزلاق الغضروفي، بس السبب ممكن يكون ضعف في العضلات العميقه بتاعه الثبات بتاعه الجذع. لما الشخص بيقعد مثلا عشان يشتغل او يعمل حاجه فيحس الوجع بعد شويه، وبعد ما بيريح الوجع ده بيروح، ده غالبا بيبقى وجع نتيجه ضعف العضلات العميقه. ده غير اوجاع الاعصاب اللي انت اصلا ممكن تبقى صاحي من النوم الصبح بآلام شديدة، أو تيجي آخر اليوم تحس بآلام شديدة. الجذع عندك في عضلات بتاعة الثبات دي بتكون حوالين العمود الفقري. أنت ممكن يبقى عندك ألم في ظهرك وأنت متصور إن ده انزلاق غضروفي. طب إزاي تفرق إذا كان هو فعلا ضعف عضلات ولا هو مشكلة انزلاق غضروفي؟ آلام الانزلاق الغضروفي دي بتحصل معاك لو أنت صاحي من النوم الصبح تحس بألم في ظهرك، أو تيجي آخر اليوم تحس بألم في ظهرك، أو لو أنت جيت تشد حاجة أو تزق حاجة فحصل الألم ده. لكن آلام ضعف عضلات الجذع دي بتيجي مع المجهود. يعني أنت مثلًا بتبقى قاعد لفترة فتبدأ تحس بالوجع يزيد معاك وتحب إن أنت تطقطق ضهرك، فتروح تطقطق ضهرك تلاقي إن الوجع اتحسن وبعد شوية رجع تاني. ده غالبًا سببه مش انزلاق غضروفي قد ما هو السبب ممكن يبقى ضعف عضلات الجذع. فاللي أنت محتاجه في الوقت ده هو إنك تبدأ بتمارين الثبات، زي مثلًا تمرين البلانك، زي تمرين الكلام شيل، زي تمرين الجلوتس اللي هي العضلات اللي هي أصلًا بتبقى محيطة بالعمود الفقري. دي بتزود ثباته وبتخلي العمود الفقري يتحمل أحمال أكبر، وإن الآلام دي ما تجيلكش بسهولة. فأنت لو عندك ألم في الضهر فأنت محتاج الأول نعرف هو السبب، هل هو ضعف في العضلات بتاعة الجذع العميقة، والّا هو مشكلة أصلًا جاية بسبب انزلاق غضروفي وهي اللي عاملة الألم ده. وكل حاجة من دول ليها علاج معين. اكتب في التعليقات لو إن أنت فعلًا كان عندك وجع في ضهرك وعملت تمارين ولقيت الوجع ده اتحسن على طول، أو عملت تمارين ولقيت الوجع بيسوء أو بيزيد.